بهذا الفيديو بدنا نحكي عن إيجابيات مشاركة عمر السومة بكأس العالم للأندية من خلال نادي الوداد المغربي يلي للأسف تلقى خلال هاي البطولة 3 خسارات من المان سيتي، اليوفي، وآخرهم من العين الإماراتي، يلي إذا بدك تجي كإحصائيات بطولة كلياتنا توقعنا بأنه الوداد المغربي راح يختمها بالفوز على العين الإماراتي حسب النتائج اللي شفناها. يعني اليوم العين الإماراتي فايز بأرقام كبيرة أمام المان سيتي وأمام اليوفي. إذا بدك تقارن ما بينه وما بين الوداد خسران 2-0 أمام المان سيتي وبصعوبة، وكان ند قوي للمان سيتي، وأمام اليوفي 4-1 انتهت النتيجة. لنتفاجأ بالمباراة الأخيرة عم يكون ختامها ليس مسك، بل ما بعرف شو بدي أقول، عم يخسر 2-0 أمام العين الإماراتي بطل آسيا بالموسم الأخير، بالموسم ما قبل الأخير. العين الإماراتي فريق قوي، ما بدنا كمان نقلل من قيمة العين الإماراتي. أكيد فريق كبير بآسيا، فريق خليجي قوي، وبالدوري الإماراتي كمان العين الإماراتي فريق قوي جدا. لكن حسب النتائج اللي شفناها ببطولة كأس العالم للأندية توقعنا أنه الفوز يكون لصالح الوداد المغربي، لنتفاجأ بالخسارة 2-1 أمام العين الإماراتي. إيجابيات المشاركة للكابتن عمر السومة محدودة جدا، هي مشاركته فقط بأنه كسب بإضافة بطولة أو مشاركة ببطولة كبيرة لتاريخه، هي بطولة كأس العالم للأندية. غير هيك للأسف مشاركته يعني بالنسبة لعمر السومة كانت عادية جدا، وما قدر يعني ما رح يقدر يعمل شيء امام فرق كبيره، وخصوصا انه ما شارك امام المان سيتي واجا متاخر على الفريق وما لحق يتمرن يعني تمرين او تمرينين قبل مباراه اليوفي. فبرايي ما رح يقدر يعمل شيء، يعني ما رح يقدر يعمل شيء، واللي قدر عليه عمله. شفنا بالمباراه اليوفي قدر يسحب لاعبين بخط الدفاع، يفضي طريق للأجنحة حتى يقدروا يعملوا خطورة على مرمى اليوفي. قدر يعمل حركة حلوة 1-2 ما بينه وما بين مرابط، لكن ما قدر ينهيها إنهاء صح لأنه كان في عليه ضغط من اللاعبين. يعني شفنا كام لقطة لعمر السومة حلوة كانت مباراة اليوفي. بمباراة العين كمان في فرصة قدر يمرر تمريرة حاسمة للاعب الوداد، لكن ما قدر يستغلها وما قدر يلحق فيها حتى ممكن كان يسجل هدف من خلالها. هذا اللي قدر يعمله يعني عمر السومة خلال مباراة، يعني خلال وقت قليل كتير ما بيقدر يعمل. أي لاعب بالعالم ما بيقدر يتأقلم مع فريق خلال كام يوم. لكن الإيجابيات هي أنه مشاركته بكأس العالم، يعني كلاعب كبير قدر يلحق يشارك ببطولة عالمية قبل انتهاء مسيرته، وإن شاء الله تكون مسيرته طويلة، لكن ما بظن إنه يلحق يلعب كأس عالم مع منتخب سوريا بالمستقبل البعيد لحتى أو القريب. هاي كانت الإيجابيات تبعت عمر السومة. وفريق الوداد أنا تفاجأت فيه، كان يعني مجموعة قوية، يعني مجموعة قوية ما بين، يعني أنت أمام المان سيتي واليوفي فريقين كبار بأوروبا. توقعنا إنه يعني متوقعين الخسارة، لكن توقعنا يكون في أداء أمام اليوفي، يعني نفس الأداء أو نفس الرتم اللي شفناه أمام المان سيتي. لكن تفاجأنا إنه الرتم عند واللياقة عند اللاعبين الوداديين شفناها بانخفاض. يعني كانت جيدة جدا أمام المان سيتي، وصلنا على اليوفي انخفضت كتير، وصلنا أمام العين يلي قلنا ممكن يحقق نتيجة كتير ممتازة أمام العين أو جيدة، لقينا الرتم كمان واللياقة منخفضة أكتر أمام العين الإماراتي. يعني الإماراتي اللي قدر يسيطر على مجريات المباراة لياقته كانت أفضل، لاعبين وكانوا مركزين أكتر بالمباراة. مرابط من ناحية الوداد كنا معتمدين عليه بالوسط،
شفناه بأداء أقل من عادة، لاعب شوي كبير. اللياقة البدنية عند الوداد المغربي كانت سيئة جدا، وكانت بنزول كل مباراة. عم نشوف العامل البدني عند الوداد المغربي عم يكون نازل. فهارد لك لمشجعين، مثل ما عم تشوفوا كمان مشجعين الوداد المغربي، الفريق الافريقي الكبير. هارد لك ومبروك للعين الاماراتي، فوزن الوحيد هو خروجهم مع الوداد وعودتهم الى الامارات خالين الوفاض. هذا كان كل شيء لليوم بهذا الفيديو. حبيت احكي عن ايجابيات عمر السمر خلال مشاركته بكأس العالم، وشوي عن الوداد المغربي. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من الاشتراك، لايك، واعطونا آراءكم بالتعليقات. وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.